أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. في هذا الفيديو يا زمالك اديهم دروس علشان ما بيتعلموش. كنا زمان بنقول حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم، ربنا يشفي الكابتن حسن شحاتة طبعا. دلوقتي بنقول محمد شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم. وبطريقة الأستاذ توفيق الدين بقول لفلاسفة التحليل: بيراميدز تعادل يا فلاسفة التحليل وإلى التفاصيل. كل فلاسفة التحليل من شهر عمالين يحبطوا فريق الزمالك، وفين الصفقات السوبر، وما فيهمش لاعب سوبر، ومدرب لسه جديد وكان قاعد ومالوش خبرة وما دربش، وبيحطوا ترتيب للدوري الأهلي الأول وبيراميدز الثاني، واللي يقول الزمالك الثالث أو الرابع. كله طبعا كلام لا يمت للتحليل الرياضي بصلة. وأنا نزلت فيديو امبارح وقلت المدرب لازم يلعب بتأمين دفاعي وتوازن دفاعي وهجومي، وما يندفعوش للهجوم، ويعملوا حساب لسيراميكا، ويلعب محمد صبحي ما يلعبش المهدي سليمان، ويكثف اللعيبة في نص الملعب. واللي عاوز يرجع للفيديو أمس على قناتي يرجع. والمدرب عمل كل اللي أنا قلت عليه، وهو ده الفرق بين الناس اللي عندهم رؤية والناس اللي ما عندهمش بيقولوا أي كلام. أنا استاهل أن أنا أقعد في أي قناة فضائية وفي أي برنامج زي كتير منهم. وطبعا الكابتن الكبير اللي تريق على المدير الفني للزمالك وقال بس اوعى الحامل تسقط في الآخر، وما تعلمش من السنة اللي فاتت قبل مباراة السوبر الأفريقي لما قال الزمالك ما يسافرش أحسن. المدرب ضرب مثل رائع جدا، الناس اللي بتفهم تعرف ان هو بيطالب الجمهور بالصبر. انت لما يجيلك خبر ان زوجتك حامل بتبقى فرحان عاوز تشوف الولد او البنت، لكن بتعمل ايه؟ لازم تصبر 9 شهور علشان تشوفه وتفرح بيه. فالمدرب بيطالب الجماهير بالصبر علشان تفرح. فالناس تتريق عليه، واللي يقول 9 شهور والناس تموت والجماهير مش هتتحمل. المدرب امبارح اثبت ان هو مدرب كبير ومدرب جريء، قدر يلعب بتشكيل متوازن. وفي الشوط الثاني طلع عبد الله السعيد ونزل اللعيبه الجداد وما خافش من المباراه، وضرب مثل في الاداره الناجحه للمباراه رغم ان المباراه كانت صعبه جدا. سيراميكا جايب لعيبه جامدين جدا من الاهلي ومن بيراميدز، وكلهم عندهم حماس وروح عاليه وعاوزين يكسبوا الزمالك. وقدر الزمالك بخبرته وبخبرة مدربه وبتشجيع جماهيره انه يكسب ويفرح الكل ويحرج الكل اللي كانوا مستنيين سقوط الزمالك. وانا هنا بشيد بميدو اللي قاعد في المدرجات يشجع زي اي واحد من جمهور الزمالك، وحازم امام والجنايني اللي اتصلوا قناة الزمالك، وكلهم فرحانين. مفيش حد فيهم بيتمنى السقوط ولا يتمنى الفشل لجون ادوارد عشان يرجعوا هم في الشو الاعلامي. وانا قلت قبل كده في فيديو دول ناس كبار مش محتاجين شو اعلامي ولا محتاجين يظهروا في القنوات والبرامج. دول بيحبوا الزمالك باخلاص، وكلهم واثبتوا اخلاصهم للزمالك ودعمهم، سواء كانوا في لجنة الكورة أو مش في لجنة الكورة، سواء كانوا مشجعين أو كانوا مسؤولين. وبشيد كمان بقناة الزمالك والشكل الرائع اللي ظهرت بيه، وكل حاجة بدأت تبقى حلوة في الزمالك. وبقول للكابتن حسين لبيب أنت مشيت في طريق صح وبدأت صح، كمل المشوار. وفيه ناس هتبتدي تقول لك جون ادوارد هو اللي خطف الأنظار، والناس بتتكلم عن جون ادوارد، فأنت ما انتش محتاج تظهر. انت راجل كبير ومسؤول كبير ورئيس الزمالك، وكل نجاح لجون ادوارد هينسب اليك. وانا قلت ان الزمالك على خطى باريس سان جيرمان. الفريق اللي بيبنيه فريق جماعي ما بيعتمدش على نجم، اللعيبة كلهم نجوم، اللعيبة الخبرة العظام اللي معانا ندعمهم ونشجعهم، ونشجع اللعيبة الجداد علشان ينسجموا ويقدموا أحسن ما عندهم. والزمالك بعد 3-4 مباريات
هيبقى فريق كبير إن شاء الله. وأنا مش هعمل زي البهوات المحللين وأغير كلامي 180 درجة وأطلع المدرب السما أو أطلع الفريق السما. لا، دي بداية. وأنا قلت في فيديو امبارح ال5 مباريات الأولى في شهر أغسطس نلعبها مباريات كؤوس. مش عاوز مدرسة الفن والهندسة تفتح، مش عايز أداء، المباريات دي تكسب ولا تلعب. وفي هذا الصدد بحذر من مباراة المقاولين القادمة. افتكروا ان السنة اللي فاتت الزمالك ادى مباراة رائعة قدام بيراميدز، والكل برضه كان بيقول بيراميدز هيكسب. في المباراة اللي بعدها قدام المقاولين اتعادل بعد الخطأ اللي كلنا فاكرينه، وتعادل المقاولين في الوقت الضايع. وشفنا امبارح وادي دجلة مع بيراميدز لسه صاعد للدوري الممتاز، قدم مباراة كبيرة وكان الأقرب للفوز، بل يستحق الفوز. لو كانت ضربة الجزاء اللي جات له اتحسبت كان هيفوز وياخد ال3 نقط. فأنا بحذر المدير الفني وبحذر اللعيبة من الثقة الزايدة ومن الاستهتار بالمقاولين. هندي المقاولين حجمه ونجهز ونستعد له زي بالظبط ما استعدنا لسيراميكا، ونلعب بتأمين دفاعي والحرص من هجمات المرتدة للمقاولين، والمدافعين والحارس يكونوا في قمة تركيزهم. كمان عايز أعلق على موقف شيكو بنزا. شيكو بنزا اعتراضه بيدل على إنه هو لعيب عاوز يلعب وعاوز يثبت نفسه وعنده حماس وعنده روح، فاحنا نوجهه بالراحة، نقول له إن كده غلط ولازم يسمع لكلام المدير الفني، وإن لو اتكرر هيعاقب، ونمتص غضبه ونوجهه بالراحة ونقول له احنا مقدرين ان انت عايز تلعب وتثبت نفسك، لكن المباريات جاية وقدامك الملعب تقدر تثبت نفسك. ما كانش في المباراة ديت، في المباراة اللي جاية واللي بعديها. ولازم نحذر اللعيبة من الفردية والأنانية، مش كل واحد عايز يثبت وجوده ويثبت ان هو اللعيب. لا، انا عايز نحافظ على الجماعية ويتم التنبيه على اللعيبة ان مفيش حد يلعب لنفسه وانما يلعب للفريق. وهنا عايز افكر الناس ان انا قلت ناصر ماهر، محمد صبحي، صلاح مصدق لازم يكملوا مع الزمالك، ما نستغناش عنهم ولا نمشيهم ابدا، لعيبه كبار وهيصنعوا الفارق مع الزمالك. وبيراميدز كان عاوز ياخد محمد صبحي وعاوز ياخد ناصر ماهر عشان يفضي الزمالك منهم وما يخليش الزمالك يرجع للمنافسه تاني ويدنه هو في المركز التاني او ياخد الدوري. والحمد لله ان اللعيبه قعدت، والمدير الفني الاجنبي اللي بياخد آلاف الدولارات قال نفس الكلام اللي انا بقوله، وهو ده اللي انا بقول لحضراتكم عليه، ان انا راجل عندي رؤية واستحق ان انا اقعد في اي برنامج في القنوات الفضائية. بقول البهوات المحللين ان بيراميدز اتعادل الامس وما كانش له لا شكل ولا لون ولا طعم، وكان وادي دجلة اقرب للفوز، وضربة الجزاء لو كانت اتحسبت كان خدت 3 نقاط. وانا مش عايز احمل الحكم المسؤولية، الحكم معذور، لان انا شفت الكرة كم مرة والكرة مش واضحة خالص، هل هي لمست ايد مروان حمدي ولا ما لمستش، لان المخرج جايب من زاوية واحدة بس، مفروض يجيب من زاوية الكاميرا اللي ورا الجون ديت اللي كانت هتوضح. فالحكم معذور وحكام الفار معذورين. مروان حمدي هو الوحيد اللي يقدر يقول الكرة لمست ايده ولا لمستش. فبقول لفلاسفة التحليل، ادي بيراميدز اللي كنت بتقوله هياخد الدوري او هو التاني، والزمالك مش هيقدر ينافس ولاعبته صغيرين ومفيش عنده صفقات سوبر، وبرضه مش هغلط غلطهم، لسه دي البداية وبيراميدز هيقوم وهينافس. بقول للزمالك وبقول لهم كلهم المنافسة صعبة ولازم تلعبوا المباريات كلها مباريات كؤوس بتركيز وبروح وبحماس، مع الحذر والتأمين الدفاعي واليقظة للهجمات المرتدة ومنعها قبل. قناة العمريتي سبورت قناة جديدة على اليوتيوب هتبقى ترند ان شاء الله، فضلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك ودعمونا بلايك وشير، وحابب اللي عنده تعليق اتشرف بتعليقاتكم، واشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.